عارف ايه السر اللي بيخلي اي براند لاكجري يبان قصاد اي حد بيشوفه ان هو فخم بمنتهى السهوله؟ بص كده على الصور دي وقول لي ايه المشترك. الحاجه المشتركه بيتقال عليها نيجاتيف سبيس، زي ما انت شايف كده بتخلي تركيزك وعينيك رايحه على المنتج وبتحسسك ان هو لوحده كفايه في الصفحه، مش محتاج حاجات كتير جنبه. ودي حاجه انت بتشوفها كل مره بتخش تدور فيها على لبس. على قد ما البراند السعر بتاع الحاجه بتاعته عالي، على قد ما تلاقي كل قطعه في المكان واخده وضعها. والعكس صحيح، على قد ما البراند ده حاجته رخيصه هتحس ان هو عامل زي السوق، كل الحاجات ملزقه في بعضها وعمال تقلب في الشماعات كده مش عارف تشوف الحاجه من التانيه. ودي خدعه بسيطه جدا انت تقدر تستعملها لو بتبيع منتج سعره متوسط. لو عرضته بطريقه حلوه وما عرضتش جنبه حاجات كتيره تقدر تبيعه بسعر اعلى من الطبيعي. والكلام ده ينفع تطبقه في اي اندستري، سواء لبس، ساعات، موبايلات، لابتوبات، عربيات، بيمشي مع اي حاجه. بس مش كل الناس فاهمه ده. فلو انت عاوز تستغل احسن واجدد التكنيكس اللي في العالم عشان خاطر تطور من البيزنس بتاعك، يبقى مفيش احسن من انك انت تبعت لنا على بيون ميديا وحد من التيم بتاعنا يتواصل معاك. انا كريم حنفي، سلام.